تصحيح حزام المعدة. النهاردة هنتكلم على تصحيح حزام المعدة. العملية كانت بتتعمل قديما بالمنظار، بيتم تركيب حلقة أو حزام حوالين المعدة وبيكون متوصل بصمام في جدار البطن. المريض بيتحكم في الصمام في حجم الحلقة أو الحزام. بعض المرضى بيكون عندهم مشاكل بعد تركيب الحلقة، بيكون المريض بيعاني من حموضة أو ارتجاع في المريء بسبب إن الحلقة ضيقة جدا والحامض بيخرج على المريء يعمل له مشاكل. بعض المرضى بيقلب سويت ايتر لأن الحلقة ضيقة جدا على المعدة، فالمريض بيضطر ياكل سكريات وحلويات. في بعض المرضى بتكون الحزام عامل لهم ألم ومش قادر يتعايش معاه بسبب وجود جسم غريب حوالين المعدة. احنا بندخل بالمنظار، عملية بتستغرق 45 ل 60 دقيقة عشان نستأصل الحزام من حوالين المعدة والمريء ونستأصل الصمام اللي موجود في جدار البطن، ويتم عمل تكميم أو تحويل مسار أو ساسي حسب اختيار المريض. في مريض بياكل اكل كتير، متعود ياكل وجبات كتيره وبيحب الاكل، بنعمل له عمليه تكميم. في مريض عنده سكر في الدم او عنده حموضه وارتجاع في المريء، وقتها بنختار له عمليه تحويل المسار. تصحيح حزام المعده عن طريق عمليات السمنه بعد رفع الحزام بتكون عمليات امنه ودقيقه وبتوصلنا للوزن المثالي بعد العمليه.